أنت تكلمت عن السعودية. عندما تتكلم عن السعودية فأنت يعني تتكلم تقريبا عن من؟ عن أسيادك السعوديين. دقيقة إذا أنتم متعودين على العبودية من الجزائر لا تلصق عليها. احنا ما فيش عندنا سيد. إذا أنت مرتمي في حضن الجزائري يهينك يوميا في تندوف ومتعود على الانبطاح للجزائري، لا تعمم على بقية الشعوب أرجوك. اليمني حر، اليمني لا سيد له. تحترم نفسك وتعرف كيف يهان الموريتاني، كيف يهان الموريتاني في المخيمات وفي الجزائر. لا قيمة لك. أنا يشرفني أن أكون عبد عند الجزائريين. يشرفك أن تكون لحظة يشرفك أن تكون عبدا عند الجزائريين. نعم يشرفني أن أكون عبدا عند الجزائريين، لأن الجزائر نعم تفضل عادي لا بصفق لك عادي جدا. الجزائريين أسيادك. اسمع شوف أسعد، لا أنت تريد أن تفرق بين الشعب الجزائري والمغربي. لحظة، الجزائريون أسيادك، قل نعم أم لا؟ الجزائريين ايش؟ أسيادك. أنت سبحان الله فكرك قصير. هذا أسيادي وهذا أخذ منهم أموال وهذا أخذ منهم. أنت يا حبيبي يا بوليزاريو، الجزائريين تاج راسك يا إبراهيم غالي، تاج راسك أنت كل شيء تاج راسك. إبراهيم غالي تاج راسي. أيوة مزيان بوليزاريو. مش مشكلة. إيش المشكلة؟ جريناك عادي. إيش المشكلة يعني؟ أحد يقول لي أنا أتشرف أن أكون عبدا للجزائريين. سد المايك لا تتكلمش، أتتورط أكثر مما تورط. ما هذا المنطق؟ أتشرف أن أكون عبدا للجزائر، ويجي أنا يعطيني دروس في الأنفة. أنت أهنت الموريتاني وأهنت نفسك، ليش يستعبدك الجزائري وتتشرف والكل أسيادك؟ ما حد أسياد أحد. أنا بالنسبة لي لا سيد لي، سيدي محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. متناقض، أنت متخبط. المداخلة السابقة قال أنا في موريتانيا، واليوم في أمريكا، واليوم قال أنا في موريتانيا، وبكرة بيجي لي يطلع من المخيمات، فيطلع من المخيمات أو من جبهة مدريد. والخلاف مع السعودية كائن، ما لك دخل. أنت لا تفقه شيئا. أنت عقلك استعصى على بوليزاريو، قام مقلية بحجم السمسمة، ما استوعبت. انت تيجي تدخل في الخلاف السعودي مع اليمنيين ودخول السعودية في اليمن والإمارات، هذا أنت شوية تعبان أعتقد. كما دمت قلت أنك تشرفك أن تكون عبدا للجزائر، انتهى النقاش. صح، انتهى النقاش تماما. أنت ذليل مذلول، انتهى الموضوع.